السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الصف السادس، معادنا إن شاء الله مع الدرس الأول، قراءة الأعداد الكلية وكتابتها. هنا مدين الشكل النظامي للعدد. بنقرأ الأعداد إزاي يا ولاد؟ بنقسم العدد إلى مجموعات، بنبدأ من ناحية إن كل مجموعة فيها 3 أرقام زي كده. دي المجموعة دي بيت الوحدات، بيت الألوف، بيت الملايين، بيت المليارات، بيت التريليونات. ولما بنيجي نقرأ العدد يا ولاد بنقرأ من على الشمال وكل بيت لوحده. يعني هنا 9 مليار عشان ده 9 تريليون عشان ده بيت التريليونات، 9 تريليون 800 مليار وخمسة مليون عشان بيت الملايين مفيهوش غير خمسة، وخمسة ملايين وسبعين ألف وتلتمية، يبقى 9 تريليون 800 مليار وخمسة ملايين وسبعين ألف وتلتمية. ده الايه؟ دي قراءة العدد. الاسم اللفظي يا ولاد هكتب 9 تريليون، 9 تريليونات و 800 مليون مليار. مليار وخمسة ملايين وسبعين ألف، 70,300. ده الاسم اللفظي، يعني بتكتبه بالعربي اللي انت بتنطقه بلسانك، بتكتبه بالايه؟ بالعربي. طب الاسم اللفظي الموجز بعمل ايه؟ بكتب الرقم اللي في البيت وبكتب اسم البيت جنبه. يعني اعمل ايه؟ اكتب التسعة واقول تريليون، 9 تريليون و 800 مليار، بكتب ال 800 واكتب جنبيها مليارات او مليار عادي. وهنا هكتب الخمسة واكتب مليون، والسبعين واكتب ألف، واكتب التلتمية بيت الوحدات مش هكتب جنبها ايه؟ حاجة. طب الاسم المطول بقى، التلاتة هنا يا ولاد في المئات، هنكتب الاسم المطول باللون الأحمر. التلاتة هنا يا ولاد في المئات تبقى 300. الاسم المطول عبارة عن قيمة كل رقم وبكتب ما بينهم زائد. التلاتة هنا في المئات تبقى 300 زائد السبعة هنا في عشرات الألوف تبقى 70,000، يبقى اكتب 70,000. ادي 70 وكلمة ألف أزود 3 أصفار، زائد الخمسة هنا في أحد الملايين، أحط الخمسة لحد زي ما هي خمسة، كلمة ملايين تخليها أزود 6 أصفار، زائد 8 هنا يا ولاد في مئات المليارات، 8 في المئات بتبقى 800 مليار بقى، يبقى زود ايه؟ 9 أصفار. يبقى ألوف بزود 3، ملايين بزود 6، مليار بزود 9. 9 هنا في التريليونات، خلينا نكتبها هنا. هكتب التسعة في الأحد اهيتي، في أحد التريليون تبقى 9 زي ما هي. تريليون بقى زود 12 صفر. ده الاسم المطول. طب هنا بقول اكتب رمز كل ممالي بالشكل النظامي. هنا مديني بالاسم اللفظي الموجز 4 تريليونات و59 مليار 41 مليون و20 ألف. انت هنا كتبت أكبر حاجة عندك هنا ايه؟ التريليونات. هتعمل ايه؟ ادي بيت الوحدات، بيت الألوف، بيت الملايين، بيت المليارات، بيت التريليونات. بيت التريليونات مفيهوش غير 4، ادي الأربعة. طب وبيت المليارات فيه 59، ما فيش حاجة في المئات، 59 اهي. طب وخانة المئات احط فيها ايه؟ احط فيها صفر طالما ما قاليش فيها حاجة. و41 مليون برضو نفس الكلام، بيت الملايين قال 41، ما قالش حاجة في ايه؟ في المئات، بحط برضو ايه؟ صفر. و20 ألف، ادي ال20 ألف برضو. عارف لو قال لي 120 ألف كنت حاطط واحد هنا في المئات، بس ما قالش غير 20 ألف، يبقى خانة المئات فيها صفر. وما قالش حاجة في الوحدات، يبقى احط ايه؟ اصفار. طب هنا بقول لي 50 تريليون و731 مليون و700، برضو نفس الكلام. ادي بيت الوحدات، ألوف، ملايين، مليارات، تريليونات. بيت التريليون فيه 50. هتقول لي يا مستر طب ما بتحط الصفر ليه في بيت المئات؟ اقول لك لان انا لما احط صفر هنا على الشمال ملهوش ايه؟ ملهوش قيمه، انما هنا لازم احطه هنا. و731 مليون ما قالش حاجه في المليارات، يبقى احط صفار، 3 اصفار فيها. و731 مليون يبقى هو 731 مليون. وما قالش حاجه في بيت الالوف، يبقى احط برضو ايه؟ 3 اصفار. وفي بيت الوحدات قال 700. طب هنا
بيقول لي اكتب الاسم المطول لكل من الأعداد الآتية. طبعا هنا 8 أولاد هنا في المئات اهي تبقى 800 زائد الخمسة في أحد الألوف يبقى 5000. قلنا في الأحاد 5 زي ما هي، ألوف يبقى زود 3 أصفار، زائد 9 هنا في أحاد الملايين، في الأحاد تبقى 9 زي ما هي، ملايين يبقى نزود 6 أصفار يبقى 9 مليون، زائد 6 هنا يا أولاد في أحاد المليارات، ادي الستة في الأحاد زي ما هي ومليار نزود 9 أصفار، زائد الاتنين هنا في أحاد التريليون، ادي الاتنين تريليون يبقى زود 12 صفر. طيب هنا برضو نفس الكلام، اكتب اسمه طالع، هسيب لك انت ايه تحل دي، احنا لسه حالين بنفس الطريقة دي كده. طب هنا عايز الشكل النظامي للرقم اللي تحتيه خط والاسم اللفظي الموجز. الشكل النظامي هنا التسع أولاد فين؟ 9 هنا في عشرات الملايين تبقى 90، 9 في العشرة 90، وعشان هي في الملايين تبقى 90 ايه؟ تبقى 90 مليون. ادي ال90 قلنا كلمة ملايين يبقى نزود 6 اصفار كده، كتبت 90 مليون وده الشكل النظامي بتاعها. طب الاسم اللفظي الموجز بتاعها هكتب 90 واكتب جنبها مليون. طب هنا الأربعة فين؟ ادي بيت الوحدات، بيت الألوف، بيت الملايين. الأربعة هنا في مئات الملايين، الأربعة في المئات يا ولاد بتبقى 400، وعشان مليون قلنا نزود 6 أصفار تبقى 400 مليون. الاسم اللفظي بتاعها اكتب 400 الموجز، هكتب 400 واكتب جنبيها مليون. طب هنا بيقول اكتب الاسم اللفظي والاسم المطول والاسم اللفظي الموجز للأعداد الآتية. أنا هكتب الاسم اللفظي الموجز وهسيبك انت تكتب المطلب، وهكتب لك حاجات من المطلب بس عشان وقت الفيديو وانت تكمل الباقي. الاسم اللفظي يا اولاد انت هتقرأ ده وتكتبه بالعربي عشان بس ايه ما نطولش الباقي وقت الفيديو. ده هنا عندك بيت الوحدات، بيت الالوف، بيت الملايين، بيت المليارات، وبيت التريليون. هتكتب 4 تريليون بالعربي طبعا، 4 تريليون و5 مليارات و10 ملايين و73,410. ده الاسم الايه اللفظي. طب الاسم اللفظي الموجز هتكتب الرقم هنا 4 في المليار في التريليون يبقى اكتب 4، خلينا نكتبها هنا 4 تريليون. السؤال ده احنا لسه حالين زيه، 4 تريليون و5 هنا في المليارات يبقى اكتب 5 بس مليار، وهنا هكتب 10 واسم البيت ملايين، وهنا 73 واسم البيت 1000 و73,000، وهكتب 410 في بيت الوحدات ومش هكتب جنبها حاجة و410. طب الاسم المطول هكتب لك برضو ايه، اكتب لك لحد هنا وانت تكمل، عبارة عن قيمة كل رقم. الصفر ما بنكتبلوش حاجة، الواحد هنا في العشرات يبقى 10 زائد الأربعة في المئات تبقى 400 زائد السبعة التلاتة هنا في أحد الألوف تبقى 3000. ادي التلاتة في الأحد زي ما هي 3 وكلمة 1000 نزود 3 أصفار كده 3000 زائد السبعة هنا في العشرات تبقى 70، وعشان في عشرات الألوف تبقى 70,000 يبقى زود 3 أصفار، زائد الواحد هنا أولاد في عشرات الملايين يبقى 10 مليون. ادي 10 كلمة مليون زود 6 أصفار كده جبت 10 ايه ملايين، وهسيبك انت تكمل الباقي. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.